بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم جميعا، وتحية منا تزف إليكم أحباءنا. ما أجمل الدنيا بكم إخواني. أهديكم سلاما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا. استمعنا وإياكم للحلقة الأولى، والتي سائلين المولى عز وجل أن يكون استفاد منها الجميع، والتي لم يتعدى رفعها على المنتديات والفيسبوك الساعات حتى تخطى عدد المشاهدات 100. أنا أعلم جيدا أن هذه هي نسبة المشاهدة العادية، ولكن بالنسبة لي ولأني في بداية المشوار سائلنا المولى التوفيق والسداد تمثل لي الكثير. فدعونا وإياكم نكمل المسيرة حتى تعم الفائدة بإذن الله. كما قلت لكم، بدأ الفلاح وجيرانه في الردم، وطلبت منكم توقع ماذا سيحدث، فجاءتني بعض المشاركات على المنتديات والفيسبوك بالتوقع الصحيح. فدعونا نرى ماذا سيحدث. حينما استنتج الحمار ما يحدث هدأ تماما، وبعد لحظات نظر الفلاح في أسفل البئر فتفاجأ مما رأى. فكان كلما ينسكب الرمل من المعول يقوم الحمار بعمل شيء مدهش. كان ينتفض ويسقط الوسخ في الأسفل ويأخذ خطوة إلى الأعلى فوق الطبقة الجديدة من الوسخ، واستمر على ذلك حتى خرج من البئر. نحن لم نضع هذه الحكمة بين يديكم حتى تستمتعوا أو تندهشوا فقط، ولكن لكي نتعلم منها جميعا. الحياة سوف تلقي عليك من الأوساخ الكثير، كل أنواع الرمال والأوساخ، والفكرة المستحواة من البئر أن لا تدع الأوساخ تدفنك، ولكن تنفضها جانبا وتأخذ خطوة إلى الأعلى. فلا يجب أن تقف أو تستسلم، وتذكر يوما ما أنك من هذه الأوساخ ستصل إلى القمة. كان معكم خالد محسن، وأنتم استمعتم لحكمة حمار. نتمنى أن تكون قد حازت على إعجابكم واستفدتم منها.